الخير على كل المتابعين الجمال. النهارده هنعمل كوريونز كشكل او شكل كوري على الطريقه الكوريه، ودي بتتقدم بنوعين، بتتقدم مع بومفريت او فرنش فرايز، وبتتقدم مع سلطه. هنمشيها واحده واحده ونعملها مع بعض. ده بيبقى منظر الكوريونز كشكل. دي بتبقى فراخ تبله ومحطوط عليها دي ذره او نشا ذره، وبعد كده بننزل فيها في القلايه عاديه جدا. نحضر السلطه للشكل الكوري، وبتنزل مع سلطة عادية جدا مع خيار مع طماطم شيري تومات، ممكن ننزل عليها كمان بصل أخضر، ونديها الدريسنج بتاعها. الدريسنج بيبقى عبارة عن زيت زيتون وعسل ومستردة وملح وفلفل أسمر، بيتضرب كله مع بعضه لغاية ما بنوصل للنتيجة دي. وده بيبقى شكل السلطة أو السلايد سلطة بتاعه. دلوقتي دي منظر الفراخ بعد ما قليناها. سراتشا صوص، لان السراتشا صوص حامي شويه، بنحط خيار يهدي الطعم. بعد كده بننزل عليها بسمسم، سمسم محمص وسمسم مش محمص، الاتنين مع بعض. وبعد كده بننزل عليها ببصل اخضر بالمنظر ده، وبعد كده بنديها البصل المخلل. ودون منظر الفراخ الكوري او كوريان شيكلين، وبيتقدم ممكن نقدمه مع سلطه، وممكن نقدمه مع بطاطس مقليه والدريسنج بتاعها. نعمل السيسر شيكلين، ودي سلطه متنوعه بتبقى عباره عن سلطه وفراخ ودريسنج وعيش بيكون، وهنشوفها مع بعض واحده واحده. الاول باخد السلطه المصري الطبيعي خالص، بنزل عليه بالسيسر دريسنج. السيسر دريسنج هنعمله مع بعض، وببتدي اقلب السلطه في الدريسنج لغايه ما يتناغموا مع بعض ويبقوا كلهم حته واحده، وبنزل بيهم في الطبق من تحت. وبعد كده بجيب العيش المحمص بالثوم كروتونجر، ببتدي افرده على الطبق من بره. وبعد كده بجيب البارميزان او البارميزان توست، ببشرها على الطبق بالطريقه دي مع جبنه البارميزان. بعد كده بنزل عليها بقطعتين فراخ،